في زمن امتلأ بالتحديات ووسط صراع بين القلم والقيود، ولد أديب جعل من الكلمة رسالة ومن الرواية جهادا. هذه حكاية نجيب الكيلاني. ولد عام 1931 في قرية شرشابة بريف مصر، وسط بيئة متواضعة غرست في قلبه صفاء وإيمانا. مضى شابا يجمع بين الدراسة الطبية والموهبة الأدبية، لكن الطريق لم يكن هادئا. ففي عام 55 اعتقل وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، غير أن المرض أنهك جسده، فأفرج عنه بعد 4 سنوات ليعود ويكمل دراسته ويتخرج طبيبا عام 60. خرج من السجن ببدن منهك لكن بروح متقدة، فحمل القلم كما يحمل الطبيب مبضعه، وبدأت رواياته تنبض بآلام الزنازين وآمال المظلومين. ثم عاد إلى الاعتقال مرة ثانية عام 65 قبل أن تفتح هزيمة 67 أبواب الحرية من جديد. عام 68 غادر مصر إلى الكويت ثم الإمارات طبيبا ومديرا للثقافة الصحية، لكنه ظل يرى أن الكلمة سلاحه الأصدق. ترك أكثر من 70 كتابا بين رواية وشعر ومسرح وفكر. كتب روايات خالدة مثل عذراء جاكرتا، عمالقة الشمال، نور الله، عمر يظهر في القدس. وفي الشعر ترك دواوين مثل عصر الشهداء، كما ألف في النقد والفكر كتبا مؤثرة مثل إقبال الشاعر الثائر، مدخل إلى الأدب الإسلامي، كلها تحمل روح الإسلام وتدعو للكرامة والحرية. وقد قال فيه أبو الحسن الندوي: كان كاتبا محللا لقضايا الحياة ورائدا للأدب الإسلامي. عرفت نجيب الكيلاني عن قرب، جمعتنا لقاءات في مصر والكويت والسعودية والإمارات. كان وجهه البشوش وابتسامته الصافية تدخل القلب قبل أن ينطق. وفي سنواته الأخيرة أصابه المرض الطويل، فانتقل إلى الرياض للعلاج، وظل يصارع الألم بابتسامة المؤمن حتى أسلم الروح في 6 من مارس عام 95. رحل الكيلاني، لكنه ترك للأمة إرثا خالدا وقلما شاهدا على معاناة أجيال وحلمها بالنهضة.